السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناة وصفات آدم وكريم. كنتمنى لكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم ان شاء الله غنحضر معكم فطائر بعجين قطني رائع بزاف وبحشوة بدون لحوم، واحد الحشوة اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف وغادي تشكروني عليها بزاف بزاف لانها كتجي لذيذة ما تشبعوش منها. فما نطولش عليكم اكثر، ندوز معكم مباشرة المقادير والطريقة وفرجة ممتعة. فبسم الله على بركة الله. غنحضروا اول حاجه العجين ديال الفطائر اللي غنحتاج ليه 300 غرام ديال دقيق الفورص اولا الفرينه اولا 3 ديال الكيسان ديال العنبه يكونوا ممسوحين ديال الدقيق. ضفت ليهم ملعقه صغيره ما تكونش عامره بزاف ديال الملحه، ملعقه كبيره ممسوحه ديال الخميره الفوريه اولا الخميره حبيبات، ملعقه كبيره تكون مملوءه ديال الحليب بودره، وملعقه صغيره ممسوحه ديال الخميره ديال الحلوه اولا البيكين باودر، وملعقه كبيره ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن. صافي غنجمع هنا العجين ديالي بالماء يكون دافي لانه العجين ديالنا غادي نخليوه يعني يختمر، فغنعجنو بالماء يكون دافي. كما شفتوا هنا راني جمعت العجين وكيكون شويه مرخوف، ما تقصحوش العجين يعني خلوه شويه مرخوف. غير جمعت هكا العجين ضفت له ملعقه كبيره ديال الزبده اللي تكون طريه يعني بدرجه حراره المطبخ، وكنخدمها مزيان مزيان اولا كندلك ديك الزبده في داك العجينه حتى كتشربها ليا تماما وتنحصل على واحد العجين هكا كي كتشوفوا كيولي مدلوك وكيولي طري. صافي غنغطيه بقطعه ديال البلاستيك غذائي وغادا نخليه في مكان يكون دافي حتى كيختمر مزيان ويضعف الحجم ديالو. فمن بعد ما اختمر لي العجين فدهنت ايديا بشويه ديال الزيت ديال المائده وكناخذو نوضعو هكا فوق سطح العمل، نديه شويه هكا ونجيبو باش كنخويه من داك الهواء اللي كيكون فيه، وكناخذو غنقسمو ل7 ديال الكويرات. هنا راه كي كتشوفوا راه كندير واحد الرشه خفيفه ديال دقيق الفورس اولا الفرينه لان العجين شويه تيكون مرخوف، غير شويه ما تكتروش بزاف. صافي وغادي نكورهم هكا. من بعد ما كملتهم غادا نغطيهم بواحد المنديل ونخليهم يرتاحوا لي هكا غير واحد 5 ديال الدقائق ماشي بزاف. فالكويرات هنا صافي راهم ارتاحوا. كنرش سطح العمل دائما غير برشه خفيفه بزاف يعني ما تكتروش من الدقيق. كيف كتشوفوا كنسرح ديك الكويره هكا كتكون شكلها يعني بحال بيضاوي. من بعد كنجمع ليها الجنيبات وكنقرصها مزيان مزيان، وكما شفتوا راني كنقرصها شويه يعني ما تنخليهاش غير تنجمعها وتنحطها تنقرصها باش ما تجينيش يعني فيها اللبابه كثيره. صافي وضعتها في الطاوه كي كتشوفوا لي فرشت لها قطعه ديال الورق ديال الفرن. يعني غنعاود معكم هنا واحده اخرى تنظن يعني الفيديو راه موضح لكم يعني الطريقه. كتاخذوا دائما ديك الكويره كتسرحوها هكذا شويه يعني تكون بيضاويه ما تكونش يعني مدوره. صافي تنجمع ليها دوك الجناب وتنقرص مزيان، وديك الجهه اللي قرص هي اللي كتكون من التحت. وما تنساوش كيف ما قلت لكم انكم تقرصوهم. هنا راني من بعد ما استفتهم في الطاوه فراه عاودت مره اخرى يعني قرصتهم باش ما تجينيش فيهم اللبابه ويعني ويجيو هكا مدقصين. فراهما اصلا يعني كيخمروا تيعاودوا مره اخرى كيتنفخوا يعني فاش كنطيبوهم. صافي كما شفتوا غطيتهم بواحد المنديل حتى كيختمروا، وخديت صفار بيضه اللي ضفت لها شويه ديال الحليب وغادي ندهن بهم الوجه ديال الفطائر ديالي اولا هاد نقولوا واحد الميني باغيت. نحاولوا ندهنوا غير بشويه باش ما تهبط ليناش منهم الخميره. فمن بعد ما دهنتهم كاملين كنرش لهم على الوجه ديالهم هكذا الحبوب. فاختاريت هنا نزين شي وحدين بالزلجلان بيض والاخرين غندير لهم هاد الحبوب هادو اللي كيكونوا اولا هاد الزرار اللي كيكونوا مخلطين. صافي غادا ندخلهم الفران اللي يكون سخون من قبل على 170 درجه. غنشعل ليهم من الجهه التحتانيه حتى غيبداو يتحمروا، عاد كنشعل ليهم كذلك من الفوق باش كيتحمر ليهم الوجه ديالهم. هذا هو الشكل ديال الفطائر من بعد ما طابوا. مباشره بعد ما خرجتهم من الفران غنغطيهم بواحد المنديل باش هكذا كيرجع ليهم الصهد وكيوليو لينا طريين. فغنغطيهم هكا بواحد المنديل ونخليهم على جنب. وفي هذا الاثناء غندوز باش نحضر معكم الحشوه اللي كتجي بنينه بنينه بزاف ما تشبعوش منها، وانا اكيد الا جربتوها ما غاديش تستغناو عليها. اللي غنحتاج ليها هنا في مقلاة وضعت زيت الزيتون وضفت على داك زيت الزيتون واحد الحبه ديال الباذنجان اللي تكون كبيره. انا استعملت يعني حبه ديال الباذنجان كبيره يعني بزاف، نتوما ديروا 2 حبات ديال الباذنجان المتوسطين. يعني زولت ليها القشره ديالها وقطعتها هكذا مربعات. وكنضيف ليهم بالنسبه للتوابل شويه ديال الملحه مع شويه ديال الابزار ولا الفلفل الاسود، وكنبقى هكا مره كنحرك في هذاك الباذنجان حتى كتحسوا به بانه طرا يعني ولا يعني هكا غير تتبركوا عليه هكا كيتسمعك معكم.
فكتبداو هكا تمعكوه يا اما بهاد الملعقه خشبيه اولا بهاد الاداه هذه اللي كتكون تنديروا بها البطاطا. ففضلت انني ندير هاد الاداه لان كتسهل الخدمه يعني، وبسرعه كيتمعك معكم داك الباذنجان. صافي ملي كيتمعك تبقاو هكا تشحروا فيه حتى كيتقلى لكم مزيان وتيوقف هكا في الزويته ديالو، يعني ضروري ما يولي لكم بحال هكا، ما يبقاوش يعني فيه الطروفه كبار بزاف. دابا غندوز للبطاطا، فخديت واحد 4 ديال الحبات ديال البطاطا هكا متوسطين، سلقتهم في الماء بالقشره ديالهم. من بعد ما تسلقوا فزولت لهم هذيك القشره، وكنضيف لهم ملعقه صغيره تكون عامره ديال الزبده، انا استعملت هنا غير الزبده ديال البواطه. كنتبلهم شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال البصل بودره، والمعدنوس هكا مجفف اللي تقدروا تعوضوه كذلك حتى بالمعدنوس طري هكا كتقطعوه رقيق. كنضيف الملحه لانني سلقت البطاطا بلا ملحه، وكنضيف الابزار اولا الفلفل الاسود وواحد نص معلقه صغيره ديال التحميره اولا ديال البابريكا. صافي وغادي نمعك هاد البطاطا هادي مزيان. فهنا في الاول يعني خدمت غير بالفرشيطه، من بعد غادا ناخذ هاد الاداه هادي باش يعني دائما كتسهل يعني الخدمه، يعني كتختصر عليكم الوقت. غنمعك هذيك البطاطا مزيان. من بعد كنضيف ليها داك الباذنجان اللي حضرت معكم في الاول، من بعد ما تيكون يعني صافي يعني وقف في الزويته ديالو. بطبيعه الحال يكون يعني برد اولا حتى الا كان سخونه، من بعد ضروري ما خصكم تخليو البطاطا ديالكم حتى لان البطاطا كتمعكوها وهي سخونه، فضروري ما تخليوها يعني واحد شويه حتى كتبرد. فعاودت هنا ضفت شويه ديال المعدنوس مجفف، وكنعاود نخلط كلشي كما قلت لكم، لان البطاطا مازال سخونه غنخليها هكا واحد شويه حتى كتبرد باش كيسهل عليا انني نشكلها. الا بغيتو كذلك تضعوها حتى في الثلاجه باش تبرد لكم بسرعه، لان البطاطا كما قلت لكم راها سخونه. ملي كتبداو تشكلوها يعني كتحسوا بالعجين شويه مرخوف، ضروري ما تخليوها حتى كتبرد وتبداو تشكلوا فيها كي كتشوفوا. فهنا راني خليتها بردات، خليتها انا غير فوق سطح العمل. كما قلت لكم نتوما الا بغيتوا تختصروا الوقت دخلوها للثلاجه شويه واحد ربع ساعه، وبداو هكا تشكلوا فيها يعني بحال كديروا المعقوده. يعني هذه راها معقوده بالبطاطا لكن ضفنا فيها الباذنجان، صراحه كتجي لذيذه ما تشبعوش منها، واللي غادا ان شاء الله غادا تعجبكم اكثر من المعقوده العاديه اللي كنصايبوا فقط غير بالبطاطا. فهذه كتجي يعني احسن منها بزاف. صافي غنستمر حتى كنشكل الكميه اللي عندي كامله، وندوز دابا نحضر الخليط اللي غندوز فيه هذه المعقوده هذه. اللي غنحتاج ليه كما شفتوا راني درت كاس ديال العنبه ديال الدقيق الفورصه اولا الفرينه، ضفت عليه شويه ديال الملحه، واحد نص معلقه صغيره ديال الخرقوم اولا الكركم، كنضيف لي بزار اولا الفلفل الاسود، واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا، شويه ديال الثوم بودره، وغادي نخلط بالماء عادي من الروبيني، يعني ما دافي ما والو غير من الروبيني. غنبقى نضيف فيه هكا شويه بشويه وكنخلط مزيان مزيان، يعني ضروري ما تخلطوا باش ما كيبقاوش عندكم يعني دوك التكتلات هكا ديال الدقيق. من بعد هنا فاش خلطت غنضيف اخر اضافه اللي هي الخميره ديال الحلوى، غنضيف ملعقه صغيره تكون ممسوحه ديال خميره الحلويات اولا البيكين باودر. صافي وتنعاود ندمج الخليط كي كتشوفوا حتى ما كيبقاش يبان لكم نهائيا هكا شي حبيبات ديال الدقيق. من بعد ما كنوجد المكونات كاملين دابا غادا نبدا كنقلي. فكناخذ هذيك الحبه ديال المعقوده كنوضعها في هذاك الخليط اللي حضرت معكم. في هذه الاثناء راني كنت دايره يعني الزيت كتسخن، كنوضع ديك الحبه هكا في داك الخليط وكنوضعها هكا في الزيت اللي يكون بطبيعه الحال ساخن. ما ديروش العافيه يعني تكون مجهده بزاف، يا راح كي كتشوفوا راه بسرعه كيتحمروا. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يعني عفوا الاخوات اللي ما بغاوش يعني هكا يقليوهم، بامكانكم كذلك ديروهم في الفران، تفرشوا هكا شي قطعه ديال الورق ديال الفرن في الطاوه ديالكم وتغطسوهم في هذا الخليط وتحطوهم هكذا تستفوهم فوق عندك الورق تاع الفرن وتدخلوهم الفران الا كنتو نتوما ما كتبغيوش القلي. فهنا من بعد ما تحمروا غادا نزولهم هكذا وتنوضعهم في في طبسيل اولا طبق اللي فرشت ليه قطعه ديال الورق ديال الفرن باش كيمتص لينا داك الفائض ديال الزيت. وما تنساوش قبل ما ديروا القليه الثانيه باش انكم كتحيدوا يعني هذوك اللي كيبقاو هكا كيطيحوا في المقلاة، ضروري ما تزولوهم باش ما يتحرقوش لكم. فكتزولوهم عاد كديروا يعني القليه الثانيه كي كتشوفوا كتبقاو دائما تغطسوهم في داك الخليط صافي وكتوضعوهم في الزيت حتى كيتحمروا لكم مزيان وكتزولوهم. هادو هما الفطائر ديالنا من بعد ما بردوا، فخليتهم هكذا مغطين بداك المنديل باش كيرجع ليهم الصاد كما قلت لكم كيبقاو لنا رطبين. فخليتهم حتى بردوا باش هو ما شاء الله شحال كيجيو طريين. هنا غندوزو دابا للحشو. غنحتاجو هنايا شويه ديال الخس اولا شلاضه، غنحتاج هنا ديك المعقودات ديالنا اللي حضرت معكم. عندي هنا واحد البصله هكا قطعتها شرائح هكا رقاقين، عندي كذلك الطماطم، عندي هاد الصلصه ديال البرغر هادي، وعندي هاد الصلصه اللي حضرتها غير انايا درت فيها شويه ديال لا مايونيز مع الكيتشاب وشويه ديال لا موطارد، يعني غير صايبتها غير هكا في الدار.
والاخرى خديتها يعني جاهزه. غندوز دابا للحشو اولا باش نعمر هاد لي بانيني هادو ولا هاد الفطائر. فشوفوا ما شاء الله يعني الخبز ديالنا من الداخل كيفاش كيجي. غادي نوضع في الاول هكا شويه ديال ديك الصلصه ديال البرجر. بالنسبه هنا للصلصات راه عندكم اختيار، يعني ديروا اللي متوفر عندكم، راه تبارك الله ما شاء الله راه كاين بزاف ديال الانواع تاع لي صوص، يعني ديروا اللي كيعجبكم، يعني المذاق ديالها ديروها. كما شفتوا درت ديك الصلصه، من بعد درت شويه ديال الخس وشويه ديال الطماطم ودعت جوج حبات من ديك المعقوده، وكندير شويه من ديك الصلصه اللي حضرت انايا باش ما تجيناش يعني هكا، باش كيجينا البانينو ديالنا كيجينا يعني معلق ما يجيناش ناشف. ودرت شويه ديال شرائح ديال البصل صافي وكنحطو على جنب. غندوز نحضر معكم واحد اخر. فهنايا درت يعني حشوات مختلفين لان ماشي كلشي كياكل نفس العماره او نفس المكونات. فدرت هنا شويه ديال صلصه البرجر. هذا غادي نصايبو ليا انا، لانه صراحه انا ما تنبغيوش يعني الطماطم في لي ساندويش، يعني ما عرفتش واش غير انا بوحدي ولا كاين شي اخوات كتجيني يعني كتلق الماء ديالها وداك البانينو تيولي فازق، يعني ما تيكونش زوين. فهذاك درت فيه فقط غير الصلصه مع الخس ودوك الكويرات ديال المعقوده وشويه ديال الصلصه اللي قديت صافي وشرائح ديال البصل. وبالنسبه للحشوه راه تقدروا ديروا اللي متوفر عندكم. انا درت غير يعني المكونات اللي كاينين في اغلبيه ديال البيوت. تقدروا ديروا الزيتون، تقدروا بالنسبه للبصل الناس اللي ما كياكلوش هكا البصل الخضر ما تعجبهم تقدروا تشحروا عفوا في المقيله مع شويه ديال الزيت والملحه وتوضعوه هكذا من الفوق. يعني الحشو راه تيبقى يعني اختياري، كتنوعوا فيه على حسب اللي بغيتو نتوما. بالنسبه لهذاك الساندويتش الاخير فدرت فيه كذلك حتى شويه ديال الهريسه اولا ديال الحار. وكما قلت لكم راه الحشو يعني كيبقى على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب اختياركم نتوما وعلى حسب داكشي اللي كيعجبكم. وكيكون هذا هو الشكل ديال الساندويتشات ديالنا. شوفوا ما شاء الله شحال كيجيو رائعين. العجين كيجي خطير يعني قطني بزاف. فهاد العجين هذا سبق لي وحضرت به معكم برجر ديال الدجاج واللي نال اعجاب بزاف ديال البنات، يعني راه كيجي رائع. واليوم حضرت به يعني ساندويتشات يعني نقولوا نباتيين. حضرت معكم يعني سندويشات بحشوه نباتيه يعني ما فيهاش اللحوم، كتجي رائعه بزاف. اكيد ان شاء الله الا جربتوهم غادي يحمقوكم بزاف. فاخواتي وصلت للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى ان شاء الله اقترح اليوم انه ينال اعجابكم. ما تنساوش من لايكاتكم فضلا وليس امرا. شكرا لكم بزاف على المشاهده. نتلاقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ادم وكريم. خليت لكم الراحه، مع السلامه.